هذا السكه الحديديه راهي رايحه لعمق الصحراء والى ما ابعد، العمق الافريقي، الطرق المزدوجه، الكهرباء الصحراء كلها راهي شبكات على كهرباء لتمكين الفلاحين الكبار باش يستغلوا احسن استغلال الثروات المتواجده. المناجم احنا اللي نعرفوا شيء قليل، ما خفي عنا بكثير سنستغله، وهذا هو اللي الصناعات اليوم الجديده كلها تمشي بالمعادن اللي راهي موجوده عندنا احنا، ما يسمى بليتير رار. نفس الشيء بالنسبه للبترول، مازال تنقيب يكون ومحيطات جديده راهي تفتح، وراح ان شاء الله الاستغلال هذا يمكننا باش نحصنوا الجزائر مليح وباش ندافعوا عليها، ويمكننا باش نبتعدوا على التعبئه على التبعيه الغذائيه، لان المورد اللي يجيبوه من البترول نوظفوه في الصناعات التحويليه وفي الفلاحه وفي الصناعات تاع الادويه، كل ما نحن في حاجه اليه. الماء هو ان شاء الله نصدر ولا نستورد، كل هذه سياسات وكلها تهدف الى تحسين القدرة الشرائية للمواطن بالاستثمار القوي هذا، وإلى تحسين ظروف معيشية